يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. طيب بقى النهارده كده نعمل اكله سهله كده وفي السريع. طبعا بقى اليوم بيبقى مشحون دروس ومذاكره وكده، وعايزين حاجه خفيفه وسريعه. معايا هنا كده ده صدر فرخه مقطعه كده قطع صغيره، شاورما، وعندي بقى مستردة وصويا صوص وباربيكيو صوص زي ما انتم شايفين كده، ورشه بقى من الكاري. تمام. هنحط كمان شويه من الفلفل الاسود وشويه من الكزبره، شويه بهارات كده مشكله، ده فلفل وكزبرة، شوية كاري، حطينا كمان معلقة بهارات. هنحط بقى شوية من الملح، وكمان هنحط معلقة من الخل، وهنعصر كده نص ليمونة، وهنتبل بقى الكلام ده كله كده ونسيبه على جنب. معايا بقى طبعا للشاورما بصل متقطع كده شرايح وفلفل الوان اهو. سهل كده وعلى السريع، مش هحط حاجة في التلاجة ولا حاجة، كله في السريع. وعندي هنا كوباية رز. حط كده بصلاية مع معلقة زيت او معلقة سمنة زي ما تحبي. هنحطها بس كده تتشوح على النار وتدبل. اول بس كده البصله لما تدبل هنحط نفس التوابل اللي حطيناها في الشاورما. معانا بابريكا، ومعانا فلفل اسود وملح وكاري وكركم. تمام كده. هننزل بقى بكوبايه رز بسمتي مغسول ومش منقوع، يعني انا غسلته على طول كده ورحت حطاه في الحله. حطه بس كده يتشوح ثواني مع البصل ومع التوابل دي، وياخد كده من التوابل. خلاص كده شوحنا الرز شويه. حط بقى كوباية ونص من المية، كل كوباية رز بسمتي بتاخد معايا كوباية ونص من المية، أو على حسب نوع الرز اللي انتي بتجيبيه. تمام. في نوع رز ما بياخدش مية كتير، وفي نوع رز بياخد مية ضعفه. فأنا ده كوباية رز أخدت معايا كوباية ونص مية. خلاص كده بقى هنحط شوية الملح بتوعنا، وهنغطي على الرز ونسيبه. هنيجي بقى هنا كده في طاسة هنحط شوية من الزيت. هنشوح الشاورما بتاعتنا عشان خاطر عندنا بقى دروس وعايزين اكل كده على السريع. الاكله دي ما خدتش معايا ربع ساعه. هننزل بقى بقطع الشاورما كده، يعني نديها كده صدمه. مش هنقلبها دلوقتي، انا بس كده ايه بفردها في الطاسه، تاخد بس كده صدمه وتتشوح. هبتدي بقى اقلبها بعد ما تتصدم كده زي ما انتم شايفين كده. خلاص، على نار عاليه طبعا عشان ما تنزلش السائل بتاعها. هنزل بقى كده بالبصل اول حاجه يتبل كده مع الفراخ ومع البهارات بتاعتنا، ويدبل كده شويه، وبعد كده هنزل بالفلفل الالوان تقلبتين وهطفي. تمام كده. خلاص، اكله بقى سهله وسريعه، مفيهاش وقت مفيهاش مجهود، ولو هتطلبيها من بره هتكلفك مبلغ وقدره. حطيت بقى الفلفل كده اهوت، وكده خلاص الشاورما بتاعتنا يا دوبك هتاخد بس تشويحه، وخلاص كده قطع الفراخ بتاعتنا استوت. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، فعلوا الجرس على علامه الكل. معايا بقى الرز خلاص كده كمان قرب يستوى، نقلته بس كده ورا شويه عبال ما اخلص اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. على السريع كده خلصنا اكلنا الحمد لله. هنا الرز اهو كان خلاص استوى، والشاورما بتاعتنا كمان كنت نقلتها. هنغرف بقى، وعشان نديهم بقى طابع المطعم وكأننا طالبين اوردر من بره. عندي بقى كده الاطباق اللي هي اطباق الاكل بتاعت المطاعم دي، هغرف فيها الاكل اهو زي ما انتم شايفين كده. هغرف بقى لكل واحد طبق بتاعه عشان ينزلوا بسرعة كده على دروسهم، لان هما كانوا مستعجلين. تمام كده. خلاص، نحط بقى شوية الرز، وهنحط شوية الشاورما في الطبق. طبعا لو هتطلبي وجبة زي كده هتكلفك مبلغ وقدره. احنا بقى بتمن وجبة واحدة عملنا 3 وجبات، يعني انا كده غرفت وجبتين وكان في وجبة كمان زيادة، زي ما يكون بقى ايه جايبين لهم الاكل من المطعم يعني. خلاص كده بقى هنحط بقى قطع الشاورما بتاعتنا على وش الرز اهو زي ما انتوا شايفين. مكانش عندنا وقت بقى نعمل تومية، فبدلنا بقى التومية كده بعيش محمص وشيبسي. هغرف بقى بقية الطبق التاني. تمام كده. عملنا 3 وجبات، يعني دول كده وجبتين، وكان في وجبة تالتة كمان طلعت قبل دي كمان اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. حطيت بقى شوية شيبس كده وشوية عيش محمص، بمعلقة سمنة كده او بمعلقة زيت، عيش شامي
من السوبر ماركت اهو. حمرناه كده بمعلقه زيت، وكده خلاص الغدا بتاعنا خلص في اقل من ربع ساعه. سهل وبسيط ومفيهوش تكاليف.